كيف الحال؟ أتمنى من الجميع يكونوا بخير وصحة وسعادة. وصفة اليوم من الوصفات الهندية المشهورة، باتر تشيكن. خليكم معي. أول إشي بداية عندي الدجاج، عندي هون تقريبا 1.5 كيلو دجاج مسحب، قطعته مربعات وأبدأ أضيف لها البهارات. البهارات اللي عندي اللي بدي أضيفها: معلقة صغيرة من البهارات الحارة، ومعلقة صغيرة من البهارات الجرام مسالة، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من البابريكا والملح، ومعلقة كبيرة من الخل. بضيف لها كمان 4 معالق كبار من الزبادي. بخلص جميع البهارات والزبادي بالدجاج وبجهز تتبيلة الدجاج. هيك عندي صارت التتبيلة جاهزة. طنجرة على النار، حطيت 50 غرام من الزبدة، بدوبها على النار وبضيف لها الدجاج المتبل. بخليهم على النار، بحركهم وبخليهم على النار حتى الدجاج كله يطلع المية من عنده. هيك الدجاج طلع المية، بدي اخليه على النار حتى يستوي. نشفت المية عندي هون والدجاج عندي استوى. بشيل جميع الدجاج جانبا. بدي استخدم نفس الطنجرة، بدي اعمل فيها الصوص. اضفت هون 50 غرام من الزبدة، بخليها تدوب وبعدين بضيف عليها بصلتين متوسطتين الحجم مفرومين ناعم، بدبلهم وأضفت عليهم سن من الثوم، بخليهم حتى يتدبلوا. بضيف عليهم 4 حبات بندورة أو من 4 ل5 حبات بندورة متوسطين الحجم، فرمتها ناعم وأضفتها للبصل والثوم. كمان بدي أضيف عليها البهارات، نفس البهارات اللي أضفتها على الدجاج بدي أضيفها على البندورة. والبهارات هي حكينا: معلقة كبيرة من الزنجبيل، ومعلقة من البهارات المسالة والكاري والفلفل الحار. بنحركهم مع بعض وبنضيف لها معلقة من صلصة البندورة. بنضيف لها نص كاس مية سخنة وبنخليها تغلي على النار حتى البندورة تتسبك عندي تماما. لأن البندورة تسبكت عندي بدي أضيف لها نص كوب من الكاجو. بنحركهم مع بعض وبنخليها على جانب حتى تبرد عندي الخليط، وبعدين بحطهم بالخلاط وبخلطهم خلى حتى يصير عندي الصوص عندي ناعم. بإمكانك إنك تصفيه، بس أنا ما صفيته هون لأنه كان عندي الخليط ناعم. هون رجعت الصلصة اللي عندي أو الخليط اللي عندي موجود على الطنجرة، وكان عندي بالخلاط من الخليط نفسه حطيت عليها 4 كوب من المية وأضفته عليه. هون بخلي الصوص يغلى على النار، ولما يغلى على النار راح أضيف له الدجاج. بخليهم مع بعض وبحركهم، بخليها يغلي الصوص مع الدجاج. بعدين بضيف له كوب من الكريمة. هون أضفت كوب الكريمة وبخليهم على النار يغلوا 10 دقايق. إذا حسيتي الصوص جامد عندك اضيفي له مي سخنة. بتقدمي جنب البتر تشيكن رز بسمتي. حطيت على النار زيت نباتي وأضفت له الرز. بحرك الرز مع الزيت النباتي. بضيف الملح للرز حسب أكواب الرز اللي عندك. بعدين بتضيفي لها المي، بتخليه على نار عالية وبعدين بتوطيه. وآخر إشي بتحطي عليه بودرة الزعفران أو منقوع الزعفران الموجود عندك. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.